ما فيش مساواة. مش واحد معقول يخش يحوط في البحر الساعة 5 الفجر وواحد بينه الساعة 10. هذه يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وبعدين اللي بيه ملحوقين. أقول يا جماعة الأمثلة اللي تضرب فيها ما لهاش معنى يعني كيف؟ سامحني؟ ها؟ ولولا دفع قصد الناس تتدافع، ما فيش حد قاعد وتجيه نعطيه فلوس. نوض أكدح ثامن يا القائد الليبيين تو احنا مليون موظف. هذه كلها ياخذوا في معاشات توزيع ثروة. ما تو يقول احتاج 100,000. اللي ياخذوا مليون موظف بالله في 6 مليون يا اخي القائد. الوقود الخاص من الأمية في ليبيا. في العالم الآخر اللامبة تلقاه والعة. في الخبز ب5 قروش. يعني مش مع يا اخي القائد. وبعدين اللي بيبذل جهد وبيخدم في ليبيا يولي ثري. وزي ما قلت لحضرتك مش معقول الناس تقدر. انا نقدر ندبر 5000 لكن ما نقدر ندبر 50. شو تقصد يعني؟ قصدي انا الان يا اخي القائد في معالجات اخرى. الان لنا تجربه ماشيه كويس البحافظ ولا نعرف ناس اقاربي. خلاص واضح. لم يصدقوا يا اخي القائد لما قالوا تعال خذ الفلوس. لكن اعطوا فلوس هيك بتريح على العين وعليه. هو اذا كان الرمله اللي في ليبيا كانت ذهب ملك لمن؟ ها؟ ملك للشعب الليبي. وهو عند الحق يجي يحط يد عليه ويقول انت نعطيك حبتين من الرمله وانت نعطيك كيلو وانت نعطيك جرام. الرملة موجودة في ليبيا لكن في اللي يجيب سيارة شاحنة يمشي فيها اللي يبني. وفي واحد راقد ما يمشيش فيه اللي أجر شاحنة ويرفعها واللي بيصب السقف واللي بيبني رملة في سلات. وفي ما بيمشي. ما دام ملك للشعب الليبي يبدأ من حقهم كلهم تجي انت ممكن تنظمها. تقول لهم مش واحد يجي يملى سيارة وواحد يملى شكارة بس والواحد يقل حبل بيده. هاي كل يوم كيلو ذهب من الرملة. هذه حدها للتنظيم هذه حدها. لا انت مش بتديره وتقول لهم الرملة حتى كان ملك ليكم لكن انا بحط يدي عليها وما لكمش علاقة بها. انا بنعدي نبيعها وفلوسها بعدين بنتصرف فيها. هذا كيف بيصير؟ ايه؟ يقول لك ليش تبيع انت؟ اعطينا حصتنا ونبيعها والله من صار. انا اعطيني حصتي من النقد ونتصرف فيها. من اللي قال لك لما ناخذ 3000 دينار في كل شهر؟ من اللي قال لك اني بنضيع؟ انا بنصرف منها 500 بالشهر و2500 بنوفرها اللي عايز. والشهر الاخر بنوفر 2500 هذه 5000 خلال شهرين. وهكذا خلال العام بنوفر كم ألف. والعام الاخر حتى بنوفر كم ألف. وهذه بعد نوفرها يا بنحط في مصر بيجي من ربح يا بندير بين سياره يا بندير بين مزرعه يا بندير بين حوش يا بندير بين قارب نصطاد بين حوت يا بندير بين حيوانات. وبنعلم بيها اولادي وبنعالج بيها. ليش ما تتراكم عند البلد؟ هو نفسه يكون عنده حساب في مصر وكل شهر تعطيه انت حصه من النفط بيحطه في هذا الحساب. انا من رايي التفكير مش خيار بين المحافظ اللي تحكوا عليها وبين توزيع دخل النفط شهريا نقدا على الناس على العائله وعلى الفرد. هو المشكلة كيف نعرف اللي واصل درجة إشباعه 100% اللي نبدون عليه واللي 70% واللي 50% واللي 0%. هذول لازم نكون نعرفوهم. نخاف يجيني واحد 70% ويكتب لي في الصفر باش نعطيه 100%. يبدأ خليه 120 عنده 20 فوق 100 زايد. احنا نبغى نعرف هذا اول حاجه لازم نعرفوه.